من مختلف أرجاء المغرب جاءوا، وفي وسط الدار البيضاء اجتمعوا صغارا وكبارا تلبية لنداء مسيرة الأقصى. تركوا خلافاتهم السياسية جانبا وتوحدوا من أجل نصرة القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب المغربي بكافة حساسيته هي قضية وجود عميقة دائما تفتح جرح المواطن المغربي أمام ما يعيثه النظام العالمي ممثلا في الكيان الصهيوني ضد فكرة العدالة والمساواة والحرية وحق الشعوب. أعادت مسيرة الأقصى قضية فلسطين إلى واجهة المشهد المغربي، ونجحت في تجميع مختلف شرائحه المجتمعية وأحزابه السياسية، سواء تلك الممثلة في البرلمان أو تلك التي تعمل خارجه. برلمان طالبه المتظاهرون بضرورة سن قوانين تجرم مختلف أشكال التطبيع مع إسرائيل. انتفاضة الأقصى تعيد فلسطين إلى الواجهة وتعيد فلسطين إلى وهجها وفي قلوب المغاربة الذين لم يتخلوا يوما من الأيام عن القضية الفلسطينية. مسيرة شعبية في قلب أكبر المدن المغربية وحدت الطيف السياسي المغربي، وذكرت بأن القضية الفلسطينية تبقى مركزية في اهتمامات المغاربة ووجدانهم. وجدان ما فتئ يخفق لما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتنكيل وهدر لإنسانيتهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. عبد المنعم العمراني، الجزيرة، الدار البيضاء.